ولد الفنان محمد قنوع في دمشق عام 1973، وهو ينتمي لأسرة فنية عريقة. كان جده عازفا لآلة الترومبيت الموسيقية، أما والده فهو المخرج الإذاعي مروان قنوع، الذي يعتبر من الجيل المؤسس للفن التمثيل من رواد المسرح في سوريا، وكان أحد أعضاء المؤسسين لنقابة الفنانين. وعمل قنوع مع والده في الإذاعة منذ أن كان طالبا في الصف الرابع، وظل يعمل حتى عام 2014، وانضم إلى نقابة الفنانين السوريين في 3 مارس 1998. وكانت انطلاقاته الحقيقية نحو الشهرة عندما اختاره الفنان ياسر العظمة ليشارك في سلسلة أجزاء مسلسل مرايا، كما عمل في مجال الإعلان التجاري لفترة. قدم خلال مسيرته الفنية ما يقرب من 140 مسلسل تنوعت بين الدراما والكوميديا، وشارك في فيلم سينمائي واحد بعنوان خارج التغطية عام 2007. وفي 25 يونيو عام 2022 أجرت الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات مقابلة مع محمد قنوع في برنامج شو القصة، أدلى فيه بالعديد من التصريحات التي فاجأت جمهوره، فقد ذكر أنه لا يملك ثروة كبيرة، وليس لديه بيت في الشام ولا خارج الشام. ودخلت ابنته ماسة مجال التمثيل وهي طفلة، وشاركت معه في عدة مسلسلات أشهرها مسلسل بنات العائلة. وعندما كبرت قررت أن تسير على نهج والدتها وترتدي الحجاب وتعتزل التمثيل. وذكر محمد قنوع أن الحجاب والفن لا يجتمعان، فمهنة التمثيل لا تتناسب مع ابنته ماسة، معربا عن أمله في أن تمتهن الإخراج. وآخر أعماله مسلسل العربجي بشخصية شومان، وعرض في شهر رمضان. وفي 22 أبريل 2023 عن عمر ناهز 49 عاما أثر أصابته بنوبة قلبية توفي بشكل مفاجئ.